بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي على خبر عاري تماما من الصحة وغير موجود في قاموس العسكرية المصرية. الخبر ده بيقول ان القوات المسلحة المصرية او وزارة الدفاع رفضت ان هي تدفع بعض المليارات من الدولارات لتغطية بعض الديون الحكومية. هذا الكلام غير صحيح بالأدلة وبالمستندات وبكل شيء. احنا مش عم ندافع عن الجيش بس، احنا بدنا نناقش الموضوع. اولا، مشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لما صدر ليه القرار الجمهوري ايام الرئيس السادات بانشائه كان ليه مغزى. ايه هو المغزى؟ المشروعات الخدمة الوطنية ده انشئ عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل، وانشئ بعد تحول مصر استراتيجيا من التسليح الاتحاد السوفيتي للتسليح الامريكي. فكانت فكرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة في اجتماعه مع رئيس الجمهورية انذاك عن تنويع لمصادر السلاح. مش هنقيد بالتسليح الامريكي ومش هنقيد بالمعونة الامريكية للتسليح اللي جاي. فجاءت فكرة انشاء جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. كل جيوش العالم عندها مشروعاتها الاستراتيجية اللي بتقدر من خلالها تنمي تنويع مصادر السلاح وتنويع البحث العلمي بعيد عن كاهل ميزانية الدول، تمام، لإنتاج سلاح وإنتاج منظومة عسكرية تخضع للقرار السيادي الاستراتيجي. كان من ضمنها الجيش المصري. الجيش المصري ثانيا، الجيش المصري من ساعة تكوينه الحديث مرورا بالحقبة الناصرية والحقبة الساداتية والحقبة المباركية إلى النهاردة، هو لم ينتهج إلا سياسة واحدة بس: جيش احترافي وطني لا يسعى إلى انقلابات على مدار تاريخه. الحاجة الثانية أنه يعظم تعظيم الجندي لقائده في القرار السياسي، من أول القائد العام للقوات المسلحة لأحدث جندي. نتج عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وزيادة ميزانية الجيش أن مصر النهاردة تنوع مصادر التسليح بطريقة احترافية. مصادر السلاح النهاردة لم يكن حكرا لا على الكتلة الشرقية ولا على الكتلة الغربية، ولكن مصر النهاردة اتجهت أيضا أن هي تنقل الصناعة وتوطنها. يعني هي بتجيب طيران، بعض الطيارات، بعض الأسلحة، بتصر على نقل التكنولوجيا التصنيع إلى داخل مصر. فالجيش مش هو اللي هيسدد ديون الحكومة بالمناسبة، وأموال الجيش في بعض المشروعات خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات. وميزانية الجيش للتسليح ما اعتقدش ان هي بالسذاجة ان هي تتداول وسط على مواقع التواصل الاجتماعي ونعرف منها ان كانت سددت الحكومة او لا. تمام. الحاجة الثانية، سياسة تنويع مصادر السلاح دي ادت الى استقلال القرار السيادي المصري. مصر تملك قوة نيرانية النهاردة بتحطها في مصاف الدول الكبرى عسكريا. مش ممكن على مستوى التاريخ أن تحدث انشقاق حكومي ما بين الجيش وبين الحكومة. ده كلام تافه. ومشروعات الخدمة الوطنية لا تقل من الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، ولا تتعارض مع الدستور ولا تتعارض مع القطاع الخاص إن هو ينشئ بعض شركاته، لا تتعارض على الإطلاق. بل بالعكس، قاطرة الصناعات في العالم، قاطرة الصناعات المدنية في العالم لابد أن تقودها قاطرة صناعات عسكرية قوية.
وهذا ما تسعى إليه مصر. مصر تمتلك أول حاملات طائرات لهليكوبتر على مستوى الشرق الأوسط. مصر مصنفة من أقوى 5 شبكات دفاع جو على مستوى العالم. مصر تمتلك ثالث أو رابع أكبر قوة راجمات صواريخ، فيها بعض راجمات الصواريخ إنتاج مصر. نتج عن كل ده إيه؟ صيانة استقلال القرار المصري. ارجع شوف الشرق الأوسط وما حوله. اليومين اللي فاتوا صدر تعاون مصري سعودي أقوى مما تتخيل، وهو فرض حظر جوي على السودان لمنع تهريب السلاح إلى قوات الدعم السريع. ده بفضل القوة العسكرية المصرية السعودية. موجود النهارده دخل حيز التنفيذ من يومين أو حاجة. ده نتج عن ان انت لو ما عندكش دخل المصادر تنويع السلاح لا تملك القرار الوطني ولا تملك القرار السيادي. النهارده فرنسا بتسعى الى مظله امنيه وعسكريه خارج حلف شمال الاطلنطي غير تقليديه. الاتحاد الاوروبي زود نفقات الدفاع ونفقات الجيوش. ألمانيا النهاردة منذ الحرب العالمية الثانية أول مرة تزود نفقات التسليح. اليابان أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تزود نفقات الجيش بعد إجراء بعض المناورات في بحر الصين. العالم كله ملتهب، وتصنيع السلاح وزيادة نفقات الجيوش أصبحت على أولويات الأمن القومي للدول. مصر أكبر بكتير من كده. مصر أكبر من أن تختزل في كلام تافه. يعني الجيش وطني حر مستقل ذات سيادة، يخضع للقرار السياسي، يخضع للانضباط العسكري، يخضع لمصادر تنويع التسليح حفاظا على مقدرات الأمن القومي للدولة المصرية. ولذلك هو مش هيلاقي حاجه يعملها لك غير يبث لك كم خبر كده وكم اشاعه كده، منها هزه الثقه في القياده العامه للقوات المسلحه وجيش مصر. ولكن جيش مصر جيش وطني، جيش حر، جيش مستقل، يثبت مصداقيه القرار السيادي المصري ومصادر تنويع السلاح على اولويه السياسه المصريه. وده اللي بيدي مصر حفاظا على الامن القومي المصري، واللي هي أدت اللي هي في بعض الأوقات بتتدخل بقرارها السياسي، والقرار العسكري يعظم للقرار السياسي. وهذا تقليد عسكري مصري أصيل في العسكرية المصرية. شوف الاتحاد الأوروبي، شوف النهارده كيف الأجواء ملتهبة. شوف اليابان، شوف ألمانيا اللي زادت قلق، بتزيد مليارات بل وصلت للتريليون من أجل صيانة قرارها السياسي. إلا الجيش حذاري من الإشاعات حول القوات المسلحة وقدرتها. مصر تمتلك قوات مسلحة محترفة وطنية مخلصة. حمى الله مصر، حمى الله الجيش، والسلام عليكم.